يا جماعة اسمعوا القصة العجيبة دي، والله دمها زي العسل. كان يا مكان في فرخة اسمها سوسو، فرخة شيك كده، لابسة فيونكة حمرا وقاعدة في الحظيرة مخنوقة وزهقانة. جات لها أمها وقالت لها: مالك يا سوسو، شكلك متضايقة ليه؟ ردت سوسو وقالت لها: يا ماما أنا زهقت، كل يوم نفس الفيلم، بيض بيض بيض. أنا فرخة عندي طموح، عايزة أشتغل وأحقق نفسي. الأم اتخضت وقالت لها: يا بنتي إحنا فراخ، الطموح بتاعنا بيضة ومقلية، إيه الشغل والكلام ده؟ سوسو قالت لها: لا يا ماما، أنا مش زي أي فرخة، أنا هشتغل وهبقى حد مهم وهكسر الدنيا. راحت سوسو عملت CV وكتبت فيه الاسم: سوسو الفرخة الطموحة، المؤهل: بياضة معتمدة، المهارات: نقنقة، رفرفة، جري بسرعة 2 متر في الساعة. وبدأت تدور على شغل. راحت أول مكان، مطعم فراخ مشوي. المدير بصلها وقال لها: انت جاية ليه؟ قالت له: بدور على شغل يا باشا. قال لها: انت عارفة احنا بنعمل ايه هنا؟ سوسو أول ما فهمت جريت وقالت: يا نهار مش فايت، لأ. راحت بعدها على محل بيض. صاحب المحل قال لها: تمام، هتبيضي كام بيضة في اليوم؟ ردت وقالت له: يا عم أنا جاي أشتغل كاشير مش بياضة. مشيت شوية، لقت إعلان على النت بيقول: مطلوب مؤثرة على التيك توك، يشترط خفة دم ونقنقة مميزة. سوسو قالت: ياه، هو ده شغلي. عملت فيديو وقالت فيه: صباح الفل يا أحلى متابعين، نقنقوا معايا، نق. الفيديو ضرب ترند وبقت أشهر فرخة إنفلونسر في العالم. بقت بتعمل إعلانات له بيض أورجانيك من غير زيت ولا زيوت مهدرجة. والعبرة يا جماعة، مفيش حد ملوش طموح حتى لو كان فرخة.